لوحة إمنمحات الجنائزية. هذه واحدة من أرقى وأندر اللوحات التي وصلت إلينا من الدولة الوسطى. جمالها لا يكمن فقط في ألوانها الزاهية ولا في دقتها المذهلة، بل في الحكاية التي تحملها داخل مشهد عائلة متجمد في لحظة حب منذ آلاف السنين. لم يجلس الزوجان جنبا إلى جنب كما هو المعتاد، بل ابتكر الفنان المصري القديم تكوينا مختلفا تماما، فقد رسم الأب والابن على أريكة واحدة، متقابلين متشابكين، كتف إلى كتف وكف في كف، رابطة صلبة تعبر عن احترام وتواصل عميق، وكأن الأب يقول لابنه: أنا سندك حتى بعد الموت. وخلف الابن تقف الأم باسطة يديها نحوه، يمينها على عضده ويسارها على كتفه، مشهد يفيض حنانا لأم مصرية لا تغيرها القرون. وعند طرف المائدة تقف زوجة الابن في وقار واحترام، التقاليد واضحة والمكانة أوضح. ترتدي النساء جلبابا ضيقا بحمالة واحدة تزينه الخلاخيل والقلائد، وألوانه تتراوح بين الأخضر والأبيض. أما البشرة فكما اعتدنا، الرجال ببشرة حمراء قاتمة والنساء ببشرة صفراء، الرجال بشعر مستعار قصير والنساء بشعر مستعار طويل منسدل إلى الظهر. الأريكة مطلية بالأسود مع لمسات حمراء، وعلى مسنديها لون أخضر يعلوه فرش أبيض، وتحتها سلة صغيرة يظهر منها مقبض مرآة. أما المائدة فممتلئة بالخضروات والخبز واللحم، وكل ذلك جزء من قربان أبدي. وفوق المشهد يظهر نقش أخضر لصيغة القربان، مهدى إلى إمنمحات وزوجته كما سجل اسم الابن إنتف وزوجته حبي عند رأس كل منهما. اللوحة مصنوعة من الحجر الجيري الملون، ارتفاعها 30 سنتيمترا وعرضها 50 سنتيمترا، وتعود إلى الأسرة 11 من الدولة الوسطى. ومع كل هذه التفاصيل تظل اللوحة شهادة خالدة على أن المشاعر الإنسانية أقوى من الزمن. وإن كنت من عشاق التاريخ المصري القديم فتابع صفحة ابن مصر، لأن القادم أعظم.